ودلوقتي معانا الحلقة التانية من انسايد اوت بودكاست، معايا دكتورة هبة صاحبتي وحبيبتي. وطلعنا من الحلقة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها عن البادي شيمينج والتنمر إن ده ليه مضاعفات، ومضاعفات مهمة جدا. وأول مضاعفة قالتها لنا الدكتورة هبة كده بسرعة في آخر الحلقة اللي فاتت هو إنه في اضطرابات للطعام كتير بتحصل، اضطرابات الأكل. أكيد هي أنواع بقى، اشرحي لنا كده إيه الأنواع وإيه الأسباب، عشان دي مشكلة كبيرة قوي قوي قوي، بس ليها أنواع كتير. عايزاكي إمم. تشرحي لنا بقى كده إيه الفرق؟ هو إحنا بعد لمّا اتكلّمنا على الbody shaming وإنه إزاي ممكن يأثّر على الإنسان بإنه يعمل له اضطراب نفسي أو حتى مشكلة نفسية، فده هنبدأ بقى نتكلّم فيه النهارده، إنه في الأول ممكن كان يحصل نوع من الأكل العاطفي، إمم. وده يعتبر مشكلة، يعني ده إمم. مش اضطراب. كلمة اضطراب إنه الموضوع بدأ يبقى مرضي، بس بنقول اضطراب على المرض اللي مالوش أسباب واضحة معروفة، إمم. فبنقول عليها اضطراب. ودي لازم تكون مؤثرة في حياة الإنسان، سواء كان في شغل أو دراسة أو علاقات مع الناس، كده إمم. يبقى ده اضطراب. ودي اضطرابات الأكل. أما الأكل العاطفي فهيبدأ يكون مشكلة، رغم إنه مشكلة كبيرة، كون إن هو مشكلة مش هنعالجه عشان هو مش اضطراب. والأكل العاطفي عادةً بيحصل لإنه الإنسان ممكن يكون دخل في ضغط أو دخل في حالة من المشاعر اللي مش فاهمها. أوكي. ولمّا الإنسان يبقى مش فاهم مشاعره بيبدأ يتجه إن هو يعمل حاجة تهدّيه أو تريّحه أو تطبطب عليه، فيبقى حاسس إن هو كويس، بس هو أهمل المشاعر اللي ما فهمهاش. اهم. وكتير جدًا من الناس اللي بتاكل أكل عاطفي أو بتاكل لمّا تكون متضايقة بيقولوا كده، أنا إمم. باكون متضايق فباكل. فالسؤال طب وبعد ما بتاكل بتحس إنك أحسن؟ لأ، باتضايق أكتر. وعلى فكرة في بيحسوا إن هم أحسن بس إمم. بشكل مؤقت ويرجعوا يتضايقوا أكتر. إمم. وفي ما بيبقاش ضيق أو حزن، في بيبقى أحيانًا ملل. إمم. في ناس كتيرة جدًا وهي قاعدة ممكن يبقى مش عارفة تعمل إيه، فتبدأ إن هي تتسلى بحاجات عايزين بُقهم يكون شغال. إمم. وده عادةً بيكون علشان ما فيش هوايات كتير أو ما فيش أوكي. حاجات كتير في حياتهم تشغِلهم. يعملوها. صح. إحنا عندنا range من الcoping mechanisms. إمم. ممكن الإنسان يبقى عنده حاجات يحب يعملها إمم. تخلّي حياته أسهل، إمم. أو يقسّم انتباهه ما بين إمم. الحاجات اللي مضايقاه والحاجات اللي ممكن تبسطه. إمم. ده مش حل هنا للمشكلة، يعني المشكلة بنقعد وبنحلها المفروض لمّا أفهم الشعور ده إيه وإيه سببه. أمّا لو أنا مش جاهز دلوقتي إني أحل أو مش فاهم إيه المشكلة، ففي الcoping mechanisms اللي هي ممكن تكون منها قراية، سماع موسيقى، فرجة على تلفزيون أو سينما أو رياضة أو كتابة أو رسم أو كلام مع حد باحبه. range كبير جدًا من الأنشطة. لو كل ده مش موجود، الإنسان كل ما يحس إن هو زهقان مش هيلاقي حاجة يعملها غير الأكل. طب كمان ده لازم يبقى بيحصل زهقان؟ لازم يعني لأ، ممكن يبقى ممكن يكون فرحان؟ مش عارف، ممكن في ناس في ناس بتاكل بتيجي وهي تقول لي أنا فرحانة، أول ما أبقى فرحانة باكل، وفي بيقولوا لي زهقان باكل، زعلان باكل، فرحان باكل. فرحان باكل. بنشتغل بعدها ما هو بناكل ده عادي هنا بنبقى خالص. محتاجين نعمل emotional processing. في حاجة أوكي. عندنا اسمها emotional processing. اهم. لأن في كتير جدًا مش بيبقوا فاهمين الشعور اللي أنا حاسّه إيه. وهو للأسف بيبقى الموضوع ده أكتر في الرجالة، إمم. يعني الرجالة مش بيبقوا كتير in touch مع مشاعرهم، وفاكرين إن هي حاجة مش مهمة، بس هي ممكن فعلًا تأثّر تأثير كبير. اهم. لأن تجاهل المشاعر مش بيخلّيها تروح، اهم. والأكل هو مش حلّها. اهم. يعني هو الأكل حل الجوع، حل لأي حاجة تانية مش هيشتغل. صح. فده من ناحية الأكل العاطفي. أما اضطرابات الأكل فهي ممكن تحصل نتيجة للأكل العاطفي، أو نتيجة للضغوط، أو نتيجة لحاجات تانية جينية. ويمكن تستغربي لو عرفتي إن ممكن تحصل نتيجة لصدمات، إمم. وكتير في صدمات الطفولة مثلا. واضطرابات الأكل فيها أنواع كتير، بس إمم. الأشهر الأنوركسيا نيرفوزا، البوليميا نيرفوزا، إمم. البنج ايتنج ديس إمم. اوردر، والريستريكتيف ايتنج ديس اوردر. دول أوكي. اشهر انواع واكتر حاجات غالبا بنشوفها وبتعمل لنا مشاكل. إمم. هنفرق بينهم بسرعه. خلّينا الانوركسيا، نعرّف الناس بس إيه الفرق بين كل واحدة. الأنوركسيا دي بيبقى نوع من كده شبه الخوف من الأكل. إمم. والشخص اللي عنده أنوركسيا عادةً بيبقى خايف جدًا إنه يوصل للوزن المثالي، اهم. يعني لازم طول الوقت يبقى تحت الوزن. اهم. وغالبًا يا ما بياكلش، يا أحيانًا كمان ما بيشربش. والناس دي بتوصل لمراحل خطر أكتر من صح. الطبيعي، إمم. لإنه في كتير منهم ممكن يدخلوا مستشفى. صح. وطبعًا معروف جدًا إنه من أسباب انقطاع الدورة الشرجية عند البنات إمم. من كتر ما نسبة الدهون في الجسم بتقل أوي والجسم بيكون ضعيف،
بيبدأ الفانكشن بتاعته تقف. فده بيبقى إنسان في خطورة حقيقية على الحياة، وبيبقى غير مدرك، وبيبقى عندهم ريزيستنس قوي جدا ان هم حتى يوصلوا للوزن المثالي، ومش بيبقوا عايزين يتعالجوا ولا يروحوا لدكتور نفسي ولا يروحوا لدكتور تغذية. اوكي. النوع التاني وهو البوليميا نيرفوزا، ده اللي بيكون احيانا كتير منه الوزن ممكن يكون طبيعي او قريب من الطبيعي، واحيانا كان بيكون ازيد من الطبيعي، يعني الوزن مش مشترط فيه قوي. والانسان ده بياكل بس بيعمل حاجات تعويضيه يتخلص فيها من الاكل فورا، السعرات الزياده، سواء عن طريق ان هو القيء، بيعمل نفسه تقيؤ، بيحطوا صوابعهم في بقهم او ياخدوا حاجات معينه تخليهم يرجعوا، او بياخدوا ادويه مدره للبول، او ملينه، او بيعملوا نشاط اجريسيف قوي، يعني شديد جدا جدا، بشكل ممكن يكون مؤذي برضه. والبوليميا بتتشخص برضو بطريقه معينه، لازم برضو تكون عامله تاثير على الجسم وعلى الحياه زي ما قلنا، وليها ليفلز، لو من مره ل3 بيكون مايلد، اكتر من 3 لغايه 7، وبعدين من 7 ل13، واكتر من 14 ده السيفير جدا. بالنسبه للبنج ايتنج ديس اوردر، ده شخص بقى بيعمل حاجه ناس كتير قوي بتيجي بتخطئ فيها، انه في خلال ساعتين من الوقت بياكل كميه كبيره جدا من الاكل، اكتر من اللي اي حد ممكن ياكله، وعاده بياكل بسرعه، وغالبا مش حاسس بيعمل ايه، بيبقى عنده احساس اللي هو مش متحكم، وكانه مش عارف هيوقف امتى وازاي، عن غير وعي لمده ساعتين. ولازم يوصل لمرحله من بنقول عليها بلوتنج، اللي هو خلاص على اخره هيرجع. في بيرجعوا، في لا، يعني الترجيع مش مشترط خالص. وبرده دي علشان نشخصها نفس الشيء، من مره ل3، من 3 ل7، واكتر ما من بيرتاحش 7 غير لما بيوصل للمرحله دي، مش بيعرف يوقف. مش موضوع راحه، هو مش عارف يوقف. ده اللي بيخليه يوقف، انه خلاص مش قادر. الكلام ده كله لازم يكون في خلال اخر 3 شهور، سواء في البوليميا او في البنج ايت. اما الريستريكتيف او الافويدنت ايتنج ديس اوردر، ده بيبقى الانسان بياكل اصناف معينه بس وعايش عليها، او ما بياكلش اصناف معينه خالص وعايش عليها. غير بقى الحاجات الفيجن والفيجيتيريان، مش دول يعني دول برضو بيبقى المفروض، لانه هو مش مسمى كده وخلاص، المفروض انه بيبقى متوازن وبياخدوا بدايل عن الحاجات اللي مش بياكلوها. انما الشخص ده بيبقى هو مقرر كده. طبعا دي حاجه في منتهى الخطوره، وبتعمل كتير جدا حاجات قويه في الجسم، يعني جسديا، امراض جسديه بتبوظ طبعا الانسولين ريزيستنس تماما، بتلعب في الضغط، بتاثر على القلب وعلى الكبد، وبتعمل كتير جدا جلطات. شفت ناس ومبوظه الناس سنانها، يعني في حاجات خطيره حقيقي. وهرمونات، في الهرمونز بقى زي ما قلنا، احيانا انقطاع انقطاع الدوره، دي حاجات خطيره بجد. بالذات الانوركسيا والبوليميا اكترها للاسف برضو في الرياضيين، البنات والبنات اللي في سن المراهقه، واغلبها الرياضيين والموديلز. دي حقيقه. طيب، هل في بروتوكول برضه الحالات، بروتوكول علاجي بتحطيه لحالات الايموشنال زي حالات الايتنج ديس اوردرز؟ يعني دول اكيد اللي عنده مشكله البوليميا او الانوركسيا اند سو اون هيبقى في بروتوكول علاجي. طب الايموشنال، هل في بروتوكول بتحاول تخلي الشخص يتعرف ان مشاعرك دي مش حلها الاكل؟ طبعا كل حاجه ليها يعني بروتوكول خاص بيها. زي ما قلنا الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي دلوقتي، العلاج السلوكي المعرفي، من اشهر العلاجات اللي بنقول عليها ايفيدنس بيزد، يعني بالدليل القاطع في العالم كله، جايبه نتائج بتبقى زي الدواء عادة في حالات المايلد والمودريت، واحيانا السبير نحتاج جنبه او نبدا بدواء وبعدين بنكمل لازم بعلاج سلوكي. يعني الموضوع ده لازم يكون فيه بروتوكول، وكل حاله زي ما قلنا برضو قبل كده في الحلقه اللي فاتت بتبقى تailored، لان احنا يعني عندنا طبعا انواع من العلاج الجماعي او الجروب ثيرابي، بس في حاجه برضو مهمه قوي في الجروب ثيرابي، ان لازم اللي قاعدين مع بعض يكون حالتهم متشابهه، صح، مع بعض. لان في ناس بتخاف جدا انه مثلا يبقوا قاعدين واللي جنبهم عندهم امراض اخطر، او عندهم حاجات ممكن تخوفهم او تتعبهم هم، وده مش المفروض ان هو يحصل. يعني الجروب لازم بيكون متكافئ وعندهم نفس المشكله عشان يعرفوا يستفيدوا. وده بيبقى زي ما قلت لك بروتوكول لكل مرض، واحيانا لكل حاجه. وفي حاجات بتبقى فيه جروب، وكمان جنبها individual لمشاكل تانية، لان خدي بالك احنا اتكلمنا ان في تروماز موجوده، وكتير جدا بيبقى جنب الحالات دي
كتير في حالات كتير اكتئاب او مم. قلق او وسواس مهم. قهري. بصي انا حالات الايموشنال ايتنج او الايتنج ديس اوردر ما ينفعش اشتغلها من غير ما يبقى ماشي معايا ان باراليل لازم طبيب مختص في نفسي، لانه مش بصي مهما انا عافرت مع الحاله دي تديها الدايت بلان وتظبط لها الدنيا، وطبعا ليها بروتوكول في التعامل التغذوي، ولكن هي محتاجه تظبيط، محتاجه المايند سيت، محتاجه تفهم هي بتعمل ايه. ومحتاجه ما تكونش شايفه ان ده عيب او في حاجه بالظبط مهينه او بالظبط او كأن حد بيشتمها ان هي محتاجه لمسانده نفسيه، بالظبط بالعكس تماما. يعني اللي انا افهمه كمان انه في الانوركسيا sometimes بيبقوا محتاجين يعرفوا انه انا جسمي كده قليل، هم all the time شايفين نفسهم اوفر ويت واكشولي هم اندر ويت. صح. البوليميا والبنج ايتنج دايما بيبقى مستخبي، بيعمل الكلام ده هو حاسس انه بيعمل حاجه من عارف ان ورا في الناس، حاجه غلط. في حاجه غلط وبيستخبي من ورا ناس. فهو الناس دي لازم، ما ينفعش طبيب التغذيه، وهنا التيم مهم جدا. طبيب التغذيه يبقى لوحده. لو هتكلم من جهه التغذيه، انا عارفه ان انت عايزه تساليني السؤال ده عايزاني ابطل كلام شويه في اسئله عن البروتوكول بتاعك، انه انا بعمل ايه تغذويا. لا انا اول حاجه انه زي ما انت بتقولي هنا الحالات دي بيبقى عندها مشاكل ميتابوليك من جوه، لازم بقى قياسات كتير جدا لبوتاسيوم وصوديوم وفوسفات ومغنيسيوم، وبنبتدي فيري فيري لو كالوري، واحده واحده بابجريد. انا لو دخلت عن الحاله دي بس تغذويا فجاه انت كويس انت تمام انت لازم تاكل، انا ممكن جدا ادخله حاجه اسمها ريفيدنج سيندروم. فيدنج سيندروم ده بقى كومبليكيشنز فظيعه، لانه بتبقى الحاله بقى لها فتره حصل لها starvation او حصل لها انها ما بتاكلش او منقطع عن المكونات اللي هو المايكرو نيوترينز والمينرالز دي والماكرو من اكلها، وفجاه انا ادخلها لها كطبيب التغذيه بكميه كبيره. ما ينفعش. احنا بنبتدي هنا تقريبا بنبتدي بكالوريز ممكن من 10 ل 20 كيكال لكل كي جي، ونبدا نابجريد كل 3 ل 5 ايام، ونبتدي نوزع الوجبات، ونبتدي نحسسه تاني بالطمأنينة للأكل ويفهم الأكل، وابتدي أشوف معايا بقى البوتاسيوم قد إيه، الصوديوم قد إيه، المغنيسيوم، الفوسفاتس، الثيامين، كل الكلام ده. لو كمان عند ليفلز معينه اللي هم بيبقوا اقل، البي ام اي بتاعهم اقل من 16، ستارفيشن، منقطع عن الاكل بقاله فتره طويله، الليفلز بتاعت الحاجات دي في الريسك ليفل، دول بيبقوا امبيشنت على طول. تبتدي تعلق له الكلام ده، مش كمان اورال مش بالفم، لا ده على طول انا عايزه اقول بالحق. لك حاجه افتكرتها وانت بتتكلمي في الموضوع ده. انا جالي كذا حد مهم. المشكله ان هم يا ساره عايزين يدخلوا المستشفى، مهم. هم نفسيا من جوه عايزين تعاطف اللي حواليهم، ودي حاجه مهم. أنا شفتها كذا مره مش مره واحده. اوكي. انه لو مثلا يعني احنا لما بتتكلمي انسان عادي هيسمع مهم. كلامك هيخاف على نفسه، مهم. لا ده هم عايزين كده، هم عايزين يبقوا في حاله الضعف ان هم يوصلوا ان هم يبقوا في المستشفى وان الناس تبقى حواليهم، اهي دي برضو مشكله نفسيه تانية. بيحاول ياتراكت الاهتمام. وهو مش حاسس بده، هو عايز مهم. التعاطف، يا ريته الاهتمام، هو مهم. عايز التعاطف. التعاطف، وان الناس تشوفه ضعيف والناس تشوفه محتاج ان هو يكون في المستشفى. ولما يشوفوا حد عيان او ضعفان بالشكل ده مهم. وضعيف للدرجه بتاعت ان هو يبقى في المستشفى وعلى محاليل بس، بيحسوا انهم عايزين يبقوا كده. يعني نقدر نقول شعار هنا الحلقه بتاعت النهارده انه لازم eating disorder الفريق. وايموشنال eating ما ينفعش طبيب تغذيه لوحده، وما ينفعش برضو طبيب لا النفسي لوحده، طبعا. لازم الاثنين مع بعض. الطبيب النفسي هيعالج الانسايت، يعالج ويبتدي المايند سيت ويفهم الحاله ايه المشكله اللي عنده. طبيب التغذيه لازم بقى حته الكالوريز ازاي تطلع عشان ما اطلعش بكومبليكيشن مهم جدا اسمه ريفيدنج، ان انا من ستارفيشن فظيع، فوسفيتس، بوتاسيوم، كل ده قليل، الى اني اتبسط قوي ان انا اديله اكله او وجبه كبيره قوي، وجبات ودايت بلان وهو يمشي عليه عشان نفسيا ابتدى يتحسن، ابص الاقي فيه كومبليكيشن تاني ميتابوليك كبير قوي. فهنا التيم متهيألي شعار الحلقه بتاعتنا انسايد اوت بودكاست ان شاء الله مهمة قوي قوي الحلقة الجاية، عشان عندي مشكلة كبيرة جدا ان شاء الله نقولها المرة الجاية. ميرسي قوي. باي باي. باي باي.